الله الرحمن الرحيم. هذا مسجد عائشة تنعيم، يقال له مسجد التنعيم أو مسجد عائشة. فأهل مكة ومن نزل بمكة إذا أرادوا العمرة يلزمهم الخروج إلى الحل، وهذا أقرب الحل بالنسبة لأهل مكة وبالنسبة للحرم هو التنعيم، حيث يوجد مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا المسجد سمي بمسجد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بسبب أن عائشة أحرمت من هذا المكان بعد أن جاءت حاجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، حاضت قبل أن تطوف لعمرتها، ثم جاء الحج فأدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة. فحينما انتهى الحج طلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة مستقلة، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لعبد الرحمن بن أبي بكر يعني لأخيها: اخرج بها إلى التنعيم لتحرم بعمرة. فجاءت إلى هذا المسجد وأحرمت بعمرة، لذلك يسمى هذا المسجد بمسجد التنعيم. ويذكرنا بأحكام كثيرة. من هذه الأحكام أن المرأة إذا جاءت حاجة أو معتمرة لا بد لها من الإحرام من الميقات، لأن الإحرام من الميقات من واجبات الحج والعمرة. فإذا جاءت إلى مكة لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر، فإذا طهرت جاءت بالمناسك، طافت وسعت حتى تنهي عمرتها. في بعض الحالات قد يحدث للمرأة مثلا أن تحيض ثم يأتي وقت سفرها وهي تسكن بعيدا عن مكة. أولا إذا جاء وقت سفرها وهي حائض دون أن تطوف وهي محرمة، إن كانت قد اشترطت، والاشتراط هو أن تقول المرأة: لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. في هذه الحالة إن حبست عن إتمام العمرة فيجوز لها أن تتحلل بدون أي إشكال. أما إن لم تشترط وعجزت عن إتمام عمرتها لسبب من الأسباب فيلزمها فدية ذبح شاة لتتحلل وتكون في حكم المحصرة. إن كانت تسكن قريبة من مكة يلزمها الرجوع. من كان محرما، إذ كانت المرأة محرمة وعجزت عن إتمام عمرتها بسبب الحيض ترجع إلى أهلها، ثم إذا طهرت رجعت لتكمل عمرتها. أما إن كانت بعيدة من ماليزيا، إندونيسيا، أوروبا، المغرب، إفريقيا ويصعب عليها الرجوع، فأفتى ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أنه يجوز لها أن تستثفر وأن تطوف ولو كانت على غير طهارة للضرورة. أما قول الجمهور فهو أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض. ورأي ابن تيمية هذا ذهب إليه كثير من أهل المعاصرين، لكن لا يلجأ إليه إلا في حالة الضرورة القصوى.